عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي وحبايبي، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وهنا ودايما مبسوطين ودايما متهنيين يا رب. كل سنة ومليون سنة وانتم طيبين. النهاردة يعتبر وقفة، فالوقفة ربنا يا رب يرد كل غايب ألف مليون سلامة. كل المسافر بيرجع وكل الطير بيرجع لعشه تاني. النهارده انا قلت ما اعمل للولاد اكل. بصراحه كنت عايزه اعمل محشي، بس هم قالوا لي ايه، لا ما تعمليش محشي يا ماما. فانا طلعت حته لحمه كنت متبلاها على الشوي. دي لحمه من عرق الفليتو، تمام. يعني ما اقولكوش بتبقى دايبه دوب، تمام. تبلتها بالطماطم والزبادي والزعتر والفلفل الاسمر والملح وعصره ليمونه، وكنت محتفظه بيها. هجيه وقتها وطلعتها، تمام. طبعا هم هيقعدوا يفطروا وكده، فانا جهزت حله فول، حله مش فواله بقى، تمام. كان عندي شوربه. طبعا في نوع قال عايز مسقعه ونوع عايز بطاطس، فانا هعمل ملوخيه بقى، لان ايه، يعني بصراحه هما ما باكلوش اكل صحي ابدا ابدا ابدا. الدليفري وما ادراك ما الدليفري. هنا انا دايما بحتفظ بالشوربه، اعوذ بالله من قولة انا. فانا طلعتها، حطيت منها للمسقعه، وادينا حطيت بقيتها هي تغلي، هانزل فيها بالملوخيه. بصوا بقى هنا، انا حطيت قيمه معلقتين او 3 مهروس طماطم مع توم مع فلفل. هسيبه يتسبك، هحطه ايه مع الشوربه للملوخيه، او بعد ما خلاص الملوخيه تستوي انا بحط عليها الطشه بعدها. بتخلي الملوخيه في ناحيه تانية خالص، طعم رهيب. بصوا بقى، انا حطيت هنا فحمه. الفحمه دي انا ولعتها قبل كده وحطيتها مع اللحمه، وهي قبل ما احطها على ايه الجريل، فبتديها طعم طبعا كانك شاريها من الحاتي بالظبط. فانا هحط لها الفحمه تاني مره واغطي عليها واسيبها، خلاص كده ايه، خلصت منها. هنا بقى انا خابطه الملوخيه اهي، مجرد ما الشوربه تغلي هسقط الملوخيه فيها. بصوا حبايبي، الفحمه في جنب الطبق اهي، انا هغطي عليها بس. بصوا حبايبي، انا شلت من الشوربه ليه بقى؟ عشان انا مش عارفه مقدار الشوربه دي هيبقى زياده ولا ناقص على الملوخيه. لو ناقص انا بتحكم فيه، لكن لو زايد هجيب ملوخيه تاني واحطها ازاي. فانا خلاص انا هنزل بالملوخيه اهي واقلب بالمضرب ونشوف. بصوا حبايبي كده مش هتحتاج بقى ايه شوربه تاني اهو. هسقط عليها مهروس الطماطم ده او تسبيكه الطماطم دي، وهحمر لها برضو التومه، بس ده بيخليها في ناحيه تانية خالص، بيخلي طعمها خرافه. هنا حطيت التومه مع الكزبره الناشفه، احمرها وهنزل بيها على ايه، على الملوخيه. طول ما انت الملوخيه على النار اوعي تغطيها، عشان لو غطيها هتسقط منك وهتبقى ميه. يعني حتى مش هقول لك ملوخيه، لا، الملوخيه الناشفه انا بعملها بيبقى ليها عرق وتبقى حلوه. لكن انت مجرد ما تغطيها، لا، غطيها واطفي عليها وشيلها من على النار. بصوا حبايبي، ادي كده تمام. هارحم بقى الطاسه دي وخلاص واشيلها. بصوا حبايبي كده الملوخيه خلصت، والفول على العين، والمسقعه فرن البوتاجاز، ناقص حبه الرز بقى. بصوا كلنا شطار وكلنا بنعرف نعمل الرز ازاي، وانا عملته معاكم كتير قوي. وطبعا اللحمه عملناها مع بعض وشويناها مع بعض. اتمنى ان انا اكون ضيفه خفيفه عليكم. يا رب ما يحرمني منكم ابدا. ما تنسونيش لايكات كتير كتير كتير. طبعا انا ما بعرفش اعمل مونتاج، والا كنت ايه صبرت على الفيديو وقصيت وعمل، لكن انا ما بعرفش. فكل سنه وانتم طيبين والحمد لله.